الا كنت انت واحد من الناس اللي ما كتيقوش الجن او عمرك شفتي شي حاجه غير طبيعيه، فهاد الفيديو ليك انت. تبع معانا. سميتي كريم. انا واحد الانسان اللي كنت عمري كنطيق شي حاجه سميتها الجن او المس، كنعتبر هادشي غير خرافات وكيكذبوا به على عباد الله، حتى تحطيت في واحد التجربه اللي بدلت تفكيري 180 درجه. تبعوا معاي. انا كريم فعمري دابا 25 سنه، وهادشي وقع لي فاش كان عندي 22 عام. ما كنطيقش بشي حاجه ما كنشوفهاش، ديما كتجبد الهضره مع صحابي على الجنون وبغطاط، وانا كنبقى نضحك عليهم كل واحد شنو كيبقى يعاود لنا. انا بغطاط شدني هاد الليله ما خلانيش نتحرك، كنبقى نقول لهم اخوت داكشي راه غير حاله نفسيه والجسم كيطلق واحد الماده تخديريه، ما كنطيقش بشي حاجه سميتها هاد العالم الجن، ما كنطيقش. واحد الدري صاحبي سميتو هشام قال لي شوف انا كنعرف واحد السيد في المدينه كل خميس كيدير ليله ديال حماتشه. قلت لي شنو هما هاد حماتشه؟ قال لي ديك السيد كيحضروا ليه الرجال والنساء اللي فيهم الجنون، وديك الليله كيضربوا حماتشه اغاني ديال الجن، وكلها اش من جن فيه كانوا يتحير ويتحضر عليه وغتشوف كلشي بعينك. قلت له والله تنمشي معاك. قلنا للدراري الاخرين يلاه تمشيو معانا، خافوا ما بغاوش. قلت له صافي الخميس نمشيو انا وياك. دازت ايام قليله وجا الخميس، عيط ليه هشام وهبطنا للمدينه. وصلنا للسيد دخلنا ليه، داير بحال شي دار كبيره بلديه، لقينا الناس بزاف رجال ونساء والبخور والدنيا مجعجعه، وشي كيذبح الفرارج وشي كيذبح المعيز، شي كيشرب الدم. جريت هشام وقلت ليه فينا هما هاد حماتشه؟ قال لي اجي نجلسوها فينا، راه واحد شويه وغيبداو الدقه ديالهم. قلت له وجه الله منين انت كتعرف هادشي كامل؟ قال لي راه خالي خدام معاهم في الفرقه تا هو حماتشه كيضرب القراقب معاهم. بقيت كنضحك. واحد شويه وحنا بدينا نسمعوا القراقب كيضربوا والليره هي اللي دايره بحالنا الا كيطلعوا بها الحناج. هو يقول لي هشام واجي تفرج دابا، وبداو الدقه ديالهم وما ينوضوا شي عيالات وبداو يتحيروا بطريقه هستيريه. وحده فيهم جبدت الموس وبدات كتضرب يديها، وحده خطفت لها ديك الموس وضربت لسانها. سالاو ديك الدقه وبداو دقه وحده اخرى نوضوا فيها شي عيالات شارفين. وحده فيهم بقات كتحير بواحد الطريقه ضحكاتني. بقيت كنقول هشام شوف ديك الشيبانيه، وكنعت ليها بيدي وكنضحك. هو كيقول لي اسكت صاحبي. وديك الشيبانيه شافتني. درت عندي هشام نقول له ديك الشيبانيه كتشوف فيا، وما حسيتش بها حتى لقيتها واقفه حدا وجهي، ضربتني بواحد الطرشه حتى غيبت. فيقني هشام لقيت فمي عوج ولا جهت ودني وكنهضر وفمي معوج. قلت له شنو وقع لي؟ قال لي راه ديك الشيبانيه بعد ما ضرباتك انت غيبتي وجراو علينا، كما كانش خالي كقتلوك تما. وقلت له مالي كنهضر بهاد الطريقه؟ جبد التليفون وراني وجهي وانا نغوت، لقيت وجهي كله معوج. كنحاول نعاود فمي والو. وصلني للدار والوالده تخلعات، مشات عيطت للوالد وداونا عند واحد الفقيه بقى كيقرا عليا والو سيمانه كامله وانا كنمشي عنده نفس الشيء، حتى حاجه ما تغيرت. كل نهار كنفيق كنمشي حدا المرايه كنلقى وجهي مازال معوج، كنبقى نبكي ونقول الله وجهي ضاع شو على حاله وليت فيها. واحد النهار انا كنغسل وجهي حدا المرايه وانا تبلي في المرايه ديك المراه الشيبانيه وانا نغوت. جاو خوتي والوالده عاودت ليهم ما تيقونيش. قالت لي الوالده اوليدي راه غير تخيلتي. وليت عايش الرعب. كل ليله كنسمع ديك حماتشه في ودني، كل ليله كنفيق كنلقى راسي ناعس في الكوزينه، ناعس حاشاكم في الطواليت. عشت العذاب. واحد الليله وانا نحلم ديك المراه الشارفه جات وقالت لي بغيتي ردك كي كنتي وما تبقى فيك والو؟ قالت لي جيب فروج كحل وذبحو في الطواليت وكب عليه الماء زهر. فقت في الصباح بغيت نعاود هادشي لمالين الدار، خفتهم لما يتيقونيش عاوتاني، خليتهم حتى كلشي خرج. عيطت لهشام قلت له شري لي فروج يكون كحل وقرعه ديال الماء زهر وجيبهم لي للدار دابا. مشى هو تقدى داكشي وجابهم لي للدار. شديت الفروج وذبحته وكبيت عليه الماء زهر. انا ساليت وانا نعواج، رجلي عواج ويدي عواج. هشام شاف ديك المنظر تخلع، مشى عيط لدارنا وجاو لقاو الطواليت فيها الدم وفروج مذبوح. عاود ليهم هشام اش وقع كامل. مشاو عيطوا للفقيه قرا عليا، وانا هاد المره تخرج ديك الجنيه وكتقول لهم ما غنتفارقش معاه.
بدا الفقيه كيحاول يهضر معاها وكيقول لها شنو باغا منه، هو من الانس وانت من الجن، اش داكي ليه وعلاش دخلتي له. بدات كتقول له هي بواحد الصوت، هو تشفى فينا وضحك على المجمع ديالنا. بقى يقرا عليها القران حتى فقط، ولكن قالنا الفقيه راه ما خرجاتش منه، راها مازال ساكنه، وهاد الجنيه صعيبه، واللي زاد قواها هو من اللي لبى ليها الطلب ديالها، عرفاتو بلي هو ضعيف من جهتها. ودابا خاصني نجيب معايا 5 ديال الفقيه باش كل واحد غادي يدير خدمته، وان شاء الله غيكون خير. لغدا جاو ديك الفقيه كلها منين قابطني كتفوا لي يدي وكتفوا لي رجلي، وبقاو يقراو وطلعت تاني ديك الجنيه وكتقول لهم انا غنقتلو ونموت معاه، ما نمشي منه حتى نقتلو. بعد عناء طويل عذبوها مزيان وقراو عليها، وتا انا تعذبت معاها وخرجات وانا رجعت لطبيعتي. ولكن اللي بغيت نقول لكم هو انني عانيت 3 سنين ديال الصمت، 3 سنين بعد ديك الصدمه وانا ساكت، ومنين هضرت جيت نعاود لكم هاد القصه ديالي، وقررت نبعد بعد كامل على مسائل الجن او نضحك على هاد الامور. ونصحك انت كذلك ما تضحكش وما تستهزأش بشي حاجه انت ما عارف عليها والو، ديما قول العلم عند الله. خوتي كانت هذه القصه ديال كريم، نتمنىكم تكونوا استفدتوا من القصه، ولا كانوا كيعجبوكم القصص ديالي تشاركوا معايا في القناه باش كل ما نحط شي قصه توصلك انت الاول. شكرا وبسلام عليكم.